جبت نص كيلو من الفول المدمس ونقعته في ميه وسبته قبلها بليله، قبل ما اعمل الفول يعني سبته منقوع ليله كامله في الميه. عايزه اقول لكم ان طول ما بنسيبه منقوع الحبايه بتكبر معانا، الحبايه بتبقى صغيره بتكبر معانا. يلا نشوف هنعمله ازاي. جبت حله على النار فيها ميه سخنه، اهم حاجه الميه تكون مغليه وسخنه، ما تبقاش ميه ساقعه، وهننزل بالفول بتاعنا. هنا بقى جبت نص كوبايه من العدس كنت غسلاها، وهننزل بنص كوبايه العدس في الفول، وهنزل بنص كوبايه من الفول المدشوش كنت برضو نقعاه قبلها بليله مع الفول، ونص كوبايه من الجزر المبشور، وطماطمايه، وهنزل ببصلايه صغيره هقطعها 4 تربع، وهنزل بليمونه واربع فصوص توم. عاوزه اقول لكم ان الفول في البيت بيبقى حلو جدا، ومش لازم فواله عشان نعمل الفول، عادي بنعمله في حله عادي جدا، وهيطلع حلو قوي قوي قوي، وريحته قلب البيت. بصراحه بيبقى احلى من بتاع بره واطعم بكتير، والريحه كان اكنك قاعده في مطعم فول. بجد لازم تجربوها في البيت. يلا بينا نشوف هنخلصه ازاي كله. هنا بقى الفول معايا كنت سايباه على نار عاليه لحد ما بدأ يغلي، وهسيبه على نار هاديه خالص. سيبه بقى براحته، ومن كل نص ساعه، من بين نص ساعه والتانية نبص على الفول، ما نفتحوش عليه كل شويه. لو احتاج ميه ننزل عليه بميه سخنه، بلاش ميه ساقعه. هنا بقى بعد ما سبت الفول قعد معايا على النار 5 ساعات، ومن بين وقت للتاني كنت ببص عليه، ولو كان بيحتاج ميه كنت بزود له ميه سخنه، وكان ما شاء الله شايفين قوامه تقيل ازاي، وكان حلو قوي، وكانت ريحته حلوه قوي. هنا بقى هعبيه في علب، وده انا هحتفظ بيه في الفريزر عشان شهر رمضان، كل سنه وانتم طيبين. وهعمل كمان كميه تانية. وعايزه اقول لكم ان اي بيت مصري ما بيستغناش عن الفول، سواء في شهر رمضان او في الايام العاديه، طبق الفول معانا دايما. عايزه اقول لكم ان هو اصلا بيبقى حلو قوي قوي في البيت، فانتم لازم تجربوه في البيت، بيبقى حلو جدا. هنا بقى كنت خلصت، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه، واعملوا لايكات كتير، واعملوا مشاركه. وعايزه اقول لكم ان انا بفرح جدا لما بلاقي كومنت منكم حلو، وبلاقيكم بتشجعوني. قولوا لي بقى انتوا كمان بتعملوا الفول ازاي، بتعملوه بنفس الطريقه ديت ولا بتعملوه ازاي؟ يعني اكتبوا لي في الكومنت انتوا بتعملوا الفول ازاي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.